انا كنشوف الحبس مره يردك مرضي، ومره كيخليك توحش عباد الله. ناخذ لوكا ديال دنيا باطمه. اول اغنيه في الحبس ديالها خرجتها هي ديك توحشت المهمه. اول حاجه توحشتها هي المهمه. دنيا باطمه ما كنهضروش عليها خايب، حنا كنهضروا في الواقع. دنيا باطمه كانت باقا صغيره وما عندهاش العقل. لونتوراج اللي كان داير بها هو المشكل، هو اللي طيحها في هذا الفخ. لونتوراج اللي كان داير بها ما كانش يهمو حتى حاجه، كان يهموه الفلوس، كانوا واكلين شاربين من موراها، يوقع لها اللي وقع، المهم هما يديروا الفلوس. ولكن باش تجي عندي انت ولا انت وتقول لي الحبس بغيتو لك انت وحنا الجيش ديال الدنيا باطمه، وانا الحبس بغيت ندوزو في بلاصه الدنيا باطمه، كتعمروا السوارج. ولكن الانسان ملي كيطيح كترجعوا للور. علاش كتقلقوا ملي كنقول دابا الدنيا باطمه غتولي صاحبه سوابق؟ ايه فعلا صاحبه سوابق. الواقع كاين عندنا في المغرب واحد ملي كيخرج من الحبس وكيطلبوه كازي جي دي سي كيشوفوه مسخ ما كيخدموش. لوكا ديال الدنيا باطمه مثلا، تقدر مثلا تبغي دير شي عرس يقول لك لا سيدي ما نجيبهاش لان هذه صاحبه سوابق. هذا هو حنا المشكل ديالنا فين؟ ملي كنديروا شويه ديال الفلوس كنكونوا بخير. شي ملي كنكونوا حازقين كنكونوا بخير وظريفين. حنا ملي كنديروا شويه ديال الفلوس كنطغاو وكنبقاو نضحسوا في البشر. والناس اللي مقابلنا كيشوفونا كنديروا الفلوس خاصهم يطيحونا، خاصهم ديما يشوفونا مقردين لابسين صنداله ديال الصبع مقطعه من تحت. خاصنا يا تبقى معانا يا ما تطلعش. هذا هو القانون ديال المغرب، فهمت؟ ولكن باش تجي عندي انت وتقولي لي الحبس بغيتو لك انت وحنا الجيش ديال الدنيا باطمه، هذيك هضره خاويه. هذيك حنا كنهضروا في الواقع، كنهضروا بان الدنيا باطمه خطات، واللي خلاوها تخطا دوك الناس اللي كانوا دايرين بها عائلتها واللي ماناجر وكذا، كانوا كيهمهم على الفلوس، ما كانوش يهمهم يا تطيح يا تمشي للحبس يا هذه، يديروا الديور من موراها. هذا هو القانون. كلشي خطا، لا هي ولا لونتوغاج اللي داير بها، وهي كتخلص. هي سمحت في والديها في بناتها في كل شيء. يعني ما عينها الحبس، ما عينها لوالديها، ما عينها لراجلها اللي كيدعيها على بناتها. وما تجيش عندي تقول لي كنتمنى تكون شتا عالق. انتقدني ولكن انت لائق، ما تحاولش تسب. المهم الله يلعن بوز زلاطوس.